اخيرا اعترف رمز من رموز الزمالك ورئيس اتحاد الكره السابق عمرو الجنايني بان الزمالك كان لازم نشوفه في دوري الدرجه الثانيه. تعال اقول لك ازاي. عمرو الجنايني طلع علينا بطلته البهيه وقال في بوست على الفيسبوك احنا بنعمل كل حاجه غلط ومستنيين نتائج مبهره وغيرنا بيعمل كل حاجه صح وبنستغرب من نجاحهم. لو عاوز تختصرها في جمله واحده، طبق اللوائح الموجوده بعدل واصرار على عدم مجامله اي مخلوق حتى لو كان زملكاوي يا عمور، اي مخلوق حتى لو كان زملكاوي او الزمالك يا عمور، واللي غلط ايا كان يتعاقب باللوائح. مبروك الهلال السعودي الشقيق اللي مشرفنا وبيشيد بالتجربه السعوديه او بتجربه الهلال السعودي اللي فعلا بنحييهم عليها. وعمرو اول مره يقول حاجه صح. عمور وهو رئيس اتحاد الكوره او رئيس اللجنه الثلاثيه واللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره لم يطبق اللوائح على الزمالك، وقال ساعتها يتقطع لساني قبل ما اجرس الزمالك بعد ما جملتهم وعملت لهم كل ما هو مخالف للوائح. ده مش كلامي. تعال نسمع عمور وهو بيتكلم عن عدم تطبيق اللوائح اللي هو بيطالب بانه ينفذها على اي حد ايا كان هو مين، والاصرار على تطبيقها بحذافيرها ايا كان المخلوق اللي هننفذها عليه. تعال نشوف عمور وهو بيقول. ولد بسيرتي بس خد بالك القيد الحاجه كل الناس دفعت وانا ما اقدرش استثنى نادي الزمالك، ما ينفعش. يعني انا النهارده ينفع ان انت تدفع الناس كلها وهنا لا اعدي؟ لا، ما هو اللي احنا كنا بنزعل اللي الناس بتعمله فينا عمري ما هعمله، ولا اتربينا على كده، ولا دي اخلاقنا، واحنا مش نصابين واحنا مش بلطجيه واحنا. فتقال لي الاتي طب نعمل ايه؟ شوف لي حل. قلت له طب هشوف لك حل. انت عندك النهارده مستحقاتك في كاس افريقيا هتيجي، لسه دي مش جايه، دي لسه هتيجي. تعالى يا عم قول، ما الفلوس دي لازم هتدفع. فاكتب قول تنازل على المستحقات بتاعه افريقيا. قال لي الله ينور عليك، مفيش اروع من كده. بعت واحد كنت بتحل انا بحل، ده انا اللي بحل كويس، انا فاهم، كنت بتحل للنادي. الله ينور عليك. راح باعت واحد مساء الخير ازيكم وانا جاي امضي على ايه، على المديونيه. مين حضرتك؟ انا اسمي ما اعرفش، محمد بدر. طب يا فندم هنا المفروض اللي يحصل حضرتك تيجي بتفويض من النادي، ان النادي بيفوضك ان انت اللي تمضي على المديونيه وانت اللي هتقول ان يتم التنازل عنها في الحاله الفلانيه. جه راح رجع وجه هات التفويض، راح جايب تفويض من نادي الزمالك مختوم ومن له حق التوقيع في نادي الزمالك هو اللي ماضي علشان يتنازل عن الفلوس المستحقات اللي هتجي لك من الاتحاد الافريقي. حصل يا فندم هذا الكلام، رحنا مأيدين كاسونجو والدنيا خلصت. بعدها بيومين اللعيبه حصل فيه تذمر، ان اعتقد ان ايه مستحقات ومش المستحقات. وفجأة يا جماعه على جميع وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه روحوا امسكوا في عمرو الجنايني، هو اللي خد فلوسكم. انا اتحاد الكوره هو اللي خد فلوسكم؟ انا خدت فلوس نادي الزمالك؟ يا نهار اسود ونيل، ده انا طلعت فلوس من البنك، جددت عقد لسه كمان من 2022 ل 2027، وفي نفس الوقت كمان المستحقات اللي عليك المفروض ان انت تدفعها جبت لك ليها حل وحلتها لك على حاجات مستقبليه لسه هتيجي. وفوجئت ان ايه؟ القاتل الجاني هو عمرو الجنايني اللي عمل كذا كذا. بقي ما اتفتحش اطلع في وسط الناس كلها، يعني برضه انا ده ردا على اللي بيقول ايوه هتقول ان انا اللي قلت لهم وانا اللي عملت يا فندم. ما ينفعش جوه نعمل كده. هطلع اقول اصل انا وقفت قدام نادي الزمالك وعملت له كذا وكذا 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 وكذا، يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. لكن اقسم بالله العظيم هذا اللي حصل بدون اي اضافه او حذف. فضلت ساكت، ما فتحتش بقي خالص. انا اللي خدت فلوس نادي الزمالك، هي دي اخرتها. انا وبعد ما شفنا عمور وسمعناه بصوته وهو بيعترف بالمجامله الواضحه والصريحه اللي كان بيعملها النادي الزمالك وهو رئيس اللجنه الثلاثيه واتحاد الكوره، نقول له عندك حق عمور، لو احنا طبقنا ده كان هيحصل حاجتين. وانت اتحاد كوره كان الزمالك مش هيعرف يقيد، او الزمالك كان هيبقى في موقف الهبوط. ولو حضرتك اشتغلت على نفسك وعملت كل حاجه صح كنادي وحاولت تقلد النادي الاهلي او تقلد الانديه الناجحه، كان شأنك هيبقى غير من اللي انت فيه دلوقتي، او كان وضعك هيبقى افضل من اللي انت فيه دلوقتي، او يعني موقفك كان هيبقى افضل. كنت على الاقل تبقى بتروح افريقيا، بتشارك في افريقيا لو انت عملت حاجه واحده صح، مش قاعد بس بتتهم وقاعد بس بتجامل. ولو احنا برضو عملنا حاجه صح وبعد التسريب الصوتي ده يبقى طلع ليك من على كلاب هاوس وانت بتعترف بالمجامله وانت رئيس اتحاد كوره سابق بمجاملتك للزمالك، وانك عملت لهم خرجت لهم او سجلت الانديه ليهم بالرغم ان انت منعت انديه تانية من ده، وكل الكلام ده لو في مسؤول بيحاسب وكان حاسبك على تصريحاتك وحاسبك على اللي انت عملته وانت اتحاد كوره ومنعك من ممارسه اي عمل عام ومنعك
اكيد كنا ما وصلناش للحال ده، او ما كانش ده بقى موقف نادي الزمالك، او ده ما كانش بقى مع موقف اتحاد الكوره، او ما كناش شفنا ان المجاملات هي الاساس. فانت صح يا عمور، احنا اول مره نسمع حاجه انت بتقولها صح، اول مره نشوف حد زملكاوي بيخرج عن صمته وعن تدليسه وبيقول الحقيقه، وبيقول انكم عمركم ما عملتوا حاجه صح، ولا وانت رمز في الزمالك، ولا وانت عضو اتحاد كوره، ولا وانت رئيس اتحاد كوره، اسف، وكنتوا بتجاملوا الزمالك مجامله فجه، مجامله ريحتها وحشه باعترافاتكم وبلسانك اللي انت خايف عليه من القطع. قلت يتقطع لساني قبل ما اقول ان انا كنت بجامل الزمالك وبخرج لهم وبعمل لهم استثناءات. ادي الزملكاويه يا جماعه، وادي رموزهم، وادي اللي كان رئيس اتحاد كوره، ودلوقتي وهو بيطالب بتنفيذ اللوائح والقوانين وبيشكر التجربه السعوديه او الهلال السعودي. عايز اقول له طب ما تحاول تطبق التجربه دي على نفسك الاول لما كنت رئيس اتحاد كوره، وتطبقها على الزمالك يمكن ينصلح حاله. اهلا بيك يا عمور، واهلا باعترافاتك، واهلا بيك، واهلا بكل زملكاوي. وزي ما اقول هرجع تاني واقول المثل الشهير المعروف الخاص بيه، اللي اختشوا ماتوا، وكل اللي دلسوا اصبحوا زملكاويه. حقيقه لا يمكن انكارها، تدليس وانكار وادعاء مظلوميه وانكار للحقيقه وكل اللي انت عايز تقوله. فتخيل عمور اللي بيطالب بالعدل وبتنفيذ اللوائح وبتطبيق اللوائح كان قاعد بيطبقها مع امير مرتضى منصور، وهو ايه؟ رئيس اتحاد الكوره المصري. اعتقد مفيش اسوأ من كده، وهو بنفسه بيعترف وفي نفس الوقت راجع يناقض نفسه ويقول ما تطبقه. بس هو عايز الحاجه ما تطبقش غير على اللي يتقطع لسانه. لو طبقها عليهم دول ما تطبقش عليهم عشان دول مننا. بس هو زملكاوي، زملكاوي قوي، وده كعاده كل زملكاوي احنا بنشوفه، ولكن ده دورنا نفضحهم ونعريهم ونعرف حقيقتهم للناس اللي للاسف ماشيه وراهم وبيحبوهم. مش مشكله لو اللي موجود دلوقتي مغيب ومصدق، التاريخ والزمن هيجي اللي هيجي يقول لهم عيب فوقوا احنا ريحتنا وحشه، احنا زي بنضحك على نفسنا كده، او بنحب اللي بيضحك علينا كده. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع، واحنا بنبين حقيقه التدليس الزملكاوي مع شخص جديد. ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير، وتوصلونا للغير. سلام.